هاي، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب، وهنعمل مع بعض ان شاء الله وصفات حلوة خالص. النهاردة هعمل معاكم وصفة طلعت طعمها حلو جدا جدا جدا، وهعلمكم ازاي تعملوها وما يبانش فيها اي زفارة. هنعمل مع بعض الكلاوي بتاعة الخروف. تمام. اكلة كده شعبية، وسعرها مش غالي قوي. يعني انا جبت الكلاوي اللي هتشوفوها بعد شوية دي كلها ب70 جنيه، في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. تمام. طعمها حلو ولذيذة وغدوة كويسة. تمام. اول حاجة هنجيب بصلاية حلوة كده هنقطعها، وفلفل برضو على حسب الرغبة. عايزة فلفل عادي، عايزة فلفل الوان، عايزة فلفل مشطشط. انا حطيت قرن فلفل واحد. شطة. تمام. يبقى انا قطعت البصل وقطعت الفلفل، وهجيب الكلاوي دلوقتي هنقطعها زي ما احنا شايفين كده. بصوا هتقطعوها ازاي، شرايح كده رفيعة. عايزين تقطعوها اصغر من كده براحتكم خالص، بس الشرايح الرفيعة دي بتخليها تستوي بسرعة وما تبقاش مهرية. بعد ما قطعناها مش هنعمل اي حاجة غير ان احنا هنرش عليها ليمون. تمام. ولو عايزين شوية ملح وشوية دقيق بس، وتسيبوها حوالي 10 دقايق. بعد كده هنشطفها من الكلام ده كله، وهنبتدي نشتغل بيها. مش اكتر من كده علشان ما تزفرش معاكم. اوعوا تحطوا خل. الخل مع اي حاجة فيها دم بتعمل زفارة على طول. ما تحطوش خل ابدا. هنجيب بعد كده الطاسة بتاعتنا، وهنحط فيها كده معلقتين سمنة حلوين، سمنة بلدي. تمام، عشان تديها طعم حلو. وبعد كده هنزل. اوعوا تنزلوا بالبصل الاول، لا، انزلوا بالكلاوي على طول بعد ما تشطفوها، من غير اي حاجة، من غير بصل، من غير الفلفل، من غير اي حاجة. هنزل بيها على طول في الطاسة. تمام، مفرطين كده عن بعض. تمام. واول ما تبتدي اسيبها زي ما هي. تمام. اول ما تبتدي تغير لونها من تحت، هبتدي بقى اقلب واضيف بقية المكونات ونضيف البهارات وكل حاجة. جربوا طريقتي دي وصدقوني بجد هتدعولي. لو جبتوا كلاوي في مرة جربوها هتعجبكم جدا. للمعلومة يعني الكلاوي دي نص كيلو. تمام. وعملت معايا سندوتشات كتيرة قوي. تمام. تأكل كذا حد يعني. هسيبها بقى لحد ما تغير لونها، وبعد كده هبتدي اقلبها. على الناحية التانية اقلب فيها كده بالمعلقة واضيف. بصوا منظرها عمل ازاي. كده جاهزة هي ان احنا نضيف. دخلت في السوا، نزلت المية بتاعتها وشربت المية وكل حاجة. حطيت بقى البصل والفلفل اللي قطعناه، معلقة ملح حلوة كده، معلقة فلفل اسود حلوة. تمام. سنة كمون، وسنة بهارات لحمة، وسنة 7 بهارات، وسنة جوز الطيب. لو عندكم جوز الطيب بيبقى بتدي طعم كده حلو جدا. تمام. هبتدي بقى اقلب كله في بعضه كده لحد ما الخضار اللي انا حطيته يدبل شوية. يبقى كده الاكلة جاهزة معانا. نبتدي نضيف لها اللي احنا عايزينه. تمام. انا في الاخر ضفت لها شوية هوت صوص. تمام. اديتها طعم حلو جدا للناس اللي حابة الاكل الحراق. انا يعني انا ضفت الهوت صوص بعد ما الاولاد كلوا. تمام. عشان خاطر لو في اطفال وكده اعملوا سندوتشاتهم الاول، بعد كده ضيفوا الهوت صوص وقلبوها يدي طعم حلو جدا. ضفت طماطمايه برضو عشان تديها كده شويه صوص كده برضو. ضفت طماطمايه واحده. وهبتدي بقى اقلب كله كده، واوطي النار خالص لحد ما تستوي وتبقى معانا طعمها تحفه. بصوا انا كده ضفت هوت صوص كمان. وتعملوا السندوتشات احلى سندوتشات بجد، كأنكم بتاكلوا من احلى عربية، بس انضف بكتير واوفر كمان بكتير. تمام. وما تحاولوش ان انتوا تاكلوا بره البيت الايام دي بالذات، الكواليتي حاجة مش حلوة خالص ولا نظيفة كمان. تمام. ودي احلى سندوتشات عملناها بالكلاوي. يا رب تكونوا استفدتوا. هستنى كمان رأيكم على الفيديو. ولو جبتوا كلاوي اعملوها بالطريقة دي، وما تنسوش تعملوا لايك كتير على الفيديو. واشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب جديد.
كل سنة وانتم طيبين ومع ألف سلامة.